ايه رايك في الهوستلز اصلا؟ يا باشا الهوستل ده فكره جامده بجد والله. فكره الهوستلز هو عامه انا عايز ادي فكره حلوه ان الرحله دي شبابيه 100%. يعني هي بتناسب كل الشباب، اي شاب عايز يغامر، عايز يطلع، عايز يعمل اي حاجه في سفر مع عادل. حبيبي حبيبي. احمد فين؟ احمد فايز. مبسوط يا احمد؟ بعد الديسكو توب اللي انا شايفه ده اكيد هكون مبسوط. مبسوط يعني هتطلع معايا تاني؟ اكيد. تقول ايه للناس طيب؟ اقول عادل فين؟ عادل في ايسلندا. لو هتدي نصيحه لحد يطلع معايا تاني ولا محدش يطلع معايا تاني؟ اكيد بنصح كل الشباب اللي حابه تطلع لوحدها كده هاف فن، يعني مفيش مكانك الوحيد عادل. حبيبي يا احمد هنمشي منك. انت عند حسن ظنك؟ بجد؟ رحله كنت توقعت ان هي تبقى فيها كل المغامرات الكتير دي والحاجات الكتير دي؟ لا ما توقعتش كده، بس هي الرحله كانت حلوه ولذيذه وبلاد مختلفه وشوفنا حاجات كتير جديده. متعودين بنسافر دوله واحده، عارف لما بتسافر في 10 ايام اكتر من دوله فيها كده مغامره. ايه رايك في البرد؟ البرد حلو، بس في ايسلندا يعني احلى من النرويج كنت اتبهدلت. كانت صعبه شويه. تطلع معايا تاني؟ اكيد. حبيبي يا احمد.